حياكم الله اخوتي الطيبين. اليوم عندنا فيديو سريع رد اجوبة لاصدقائنا يسألون على مواضيع حلوة. عندنا اليوم الاخ هنا يسأل يقول عندي بلبل عمره تقريبا شهر ونص تقريبا شهرين، ما يغرد الا اشغل له نغمة. حبيبي هذا مخلف، هذا المخلف من عمر شهر او شهرين او ثلاثة، يعني ما عابر السنة، هذا باعتباره مخلف. المخلف لازم هذا الوقت مالته الاشهر ذني الشهرين والثلاثة لازم تحت التخريج نظل تسمع بيه تسميع اي طور تحبه او اللسانات ترغبها انت تسمع بيه، وكل فترة اسبوع فد شي تعزل هذا الطير تسكت من يمه التسميع وتعزله تشوف شنو انحفظ من يمه، اذا ما حافظ تكرر عليه التسميع مرة ثانية. يعني تخريج جديد، هو ما حافظ لسانات انت راح تحفظهن له. والسؤال الثاني عندنا الاخ العزيز هنا يقول الدبلبل ما يغرد ابد وقاضيها بس اكل ونوم، ما نعرف بيه خام يردم بالقفص او وحشي جالس ما نعرف. المهم الحالتين، الوحشي بطريقة واحدة تقدر تجيبه عدل وتخليه يفتح لسانه، اهم شي الامان، بس يأمن الطير او يجلس يستقر بمكانه، مثل هذا جالس وما يفتح، يراد له شوية تحفيز امان اكثر حتى يقدر يفتح لسانه. مثل الطير شو نقول عليه مصقور، يخاف، اكو بعد خوفه عنده. بهاي خوفه شو تسوي؟ نلزم القفص مالنا نخليه بمكان امين ونغطيه، نغطي القفص مالتنا قطعة قماش، يعني افضل شي تكون سودة، يعني حتى المكان يصير مظلم شوية ظلام الظلام شوية يخليه يأمن اكثر، بس تغطي الجوانب مالته وتخلي الوجهية مكشوفة وتتركه مكان امين، يعني مرتاح بيه تعلقه فيه تخليه الارضية ما بإشكال. وهذا بس هذا تشوفه قدامك، سويت لك هذا المقطع حتى تعرف شلون طريقة تسويها، مو مجرد كلام يعني اسويك اياه. شوف هسه اول ما غطينا كان هذا الوضعية مالته انه ياكل وينام ما يغرد، لان يخاف يقع القفص مالته مطفي نفس الحالة صار. هسه هذا اول فتحة في لسان ان شاء الله. اي طير عندك شوفه ساكت ماكو حركة من اللسان وانت تفتح لسانك، بس غطي القفص وخليه مكان امين وان شاء الله تسمع خير منه. وكل اخ عنده حالة مثلا بلبل خايف او بلبل صيد جديد او وحش جالي وماكو تغريد، جرب هاي الوضعية مالته ان شاء الله مثل ما تشوف قدامك وان شاء الله خير. وطينا رايك بالتعليقات. كل عدة طريقة نجربها حلوة، في بيها اصدقائي اكتبوا لنا بالتعليقات، بعدة سؤال خدمتكم ان شاء الله، ما نقصر وياكم. تحياتي للطيبين.